كبيرة للغاية هنا في بطولة كأس العالم للأندية في بين الزعيم ممثل قارة آسيا نادي الهلال أمام نادي الوداد الذي يلعب في هذه الأمسية في هذه المباراة الكبيرة وفي هذه البطولة على ملعب وبين جماهيره الكبيرة أيضا الحاضرة في هذه الأجواء الرائعة جدا في بطولة كأس العالم للأندية. موعد كبير وليلة كبيرة ومباراة وأيضا كأكثر الأندية مشاركة. الصورة المعروفة الرأس بعد الكرة تعود مرة أخرى بتسديدة قوية ولكنها جاءت عالية وبعد ذلك انتهت إلى ضربة مرمى. أول تهديد للوداد في أحداث هذه المباراة بتسديدة قوية كان كاري وعطية الله أخطر اللاعبين سعود عبد الحفيعي في هذه الأثناء، لكن نشوف الآن محاولة مغربية قصاه في الوداد بتسديدة خطيرة معيوف خلصها بقبضة اليد على مرتين وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. وضع طبيعي إذا 100% بدنيا بدأ لي أنه أقل بكثير من الموسم الماضي بالنسبة لأوديون. أمامنا مهدي النفطي ولكن يبقى هدافي قالوا مواعيد. موريجا يحاول على اليمين موريجا تغطية ميشيل تمويب ميشيل عرضية خطيرة وأيضا لجعدي محاولة عرضية لكن التغطية من جانبه في هذه الأثناء، لكن ناصر في التغطية والحسوني أمام تدخل لاعبا في كأس العالم للأندية السعودية. موريجا يحاول يمر يبحث عن الحلول بكرة طويلة لمن بعيد عن الكرة العرضية من جلال داودي داخل منطقة تبعد بالبرو. في الأثناء محاولة مرور أمام ناصر داخل منطقة الجزاء كرة خطيرة تسلل في اللقطة الماضية على الوداد هدف يلغى بداعي التسلل في الكرة الأخيرة. كان 0 مقابل 0 وحده. يا سالم يحاول يمر سالم مر قال له خطأ لمصلحة الهلال في الدوسري. ناصر على تنفيذ كرة لكن هذه المرة الوداد وأجواها وصورها الرائعة. طويل الكرة موريجا في الإبعاد وبعد ذلك تسديدة قوية صدمت ثابتة مع ركنية تلعب نحو القائم الثاني. المعيوف خلص سعود عبد الحميد يحافظ على كرة عرضية بعد ذلك معيوف كرة من الجهة عطية ميشيل يبحث عن حلول ميشيل بينية لكن بران سيف الدين بهرة كرة عرضية خطيرة مرت وبا كبيرة كان نوبي بحاول تمريرة باتجاه موريجا لكن في تسلل على موسى في اللقطة الماضية. تسلل على موسى تدرج كروي في الكبيرة بدون أن نشاهد متعة على أرض المحافظة على لاعبة عطية الله يلعب كرة عرضية لكن تساوى بلاي في التغطية والفرصة متاحة. وكذلك الكبيرة في كأس العالم وفي دوري أبطال آسيا كانوا تصل مرة أخرى إلى لمصلحة الوداد. خطأ يحتسب حكم مباراة على قسام خطأ ثابتة لمصلحة الوداد مع هذه التسديدة القوية ولكن محاولة خطيرة لمصلحة الوداد في هذه الأثناء. برافو سعود عبد الحميد. ناصر الدوسري في التغطية بكرة عرضية خطيرة لكن الوداد اللي عاد مرة أخرى الهجوم بكرة عرضية بعيدة عن يحاول يمر سعود بكرة عرضية خطير حث عن كرة عرضية عطية الله عرضية خطيرة جدا. يوسف في التغطية الوراء عند لامكرزي بكرة عرضية خطيرة بالراس ولكنها مرت من العملوت وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. تحولت إلى ضربة في ملعب مولاي عبد الله 0 مقابل 0 في شوط المباراة على نتيجة إيجابية ووصول بعد ذلك في الرباط إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 هنا في مركب مولاي عبد الله ملعب مولاي عبد الله الذي يحتضن هذه القمة مسرح اللعب. جاك يوسف فرصة خطيرة وكرة سالم بكرة عرضية حلوة وخطيرة وكرة والتسديدة يا إلهي فرصة في منتهى الروعة في منتهى الخطورة. تسلل على علي البلاي يا الوداد والبلاي في التغطية والمعيوف على مرتين يا الله خطير ثابتة وركنية تنفذ عرضية لكن الإبعاد قالوا بالخطأ هدف للوداد عن طريق العملوت الظهير الأيمن العملوت. الكرة سيئة في الإبعاد الدفاعي الهلالي والاستغلال كان مثالي لمصلحة الوداد والضربة الأولى في هذه القمة في مولاي عبد الله في هذا المركب المليء بجماهير الوداد. 1-0 للقلعة الحمراء بعد خطأ فادح من جانب لمصلحة الوداد في تحت ضغط يحافظ على الكرة يأمن عليها. خطأ يحتسب الحكم. انذار على سالم كان خطير جدا. حلوة الوتو كنو مر تغطية
وتدخل وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة. خطأ لمصلحة الهلال في اللقطة الماضية. يقالوا كان عنده فرصة في منتهى الخطورة. الوداد عنده ماريجا تركها لسالم الدوسري يلعبها عرضية خطيرة لما ميشائيل بتسديدة لكنها صديقة يبحث عن الكرة الطويلة. ويقالوا بتسديدة وكرة سالم قوية. يا إلهي لا زالت خطيرة التسديدة. هل كانت في اليد؟ هل كانت ركلة جزاء اللقطة الأخيرة كما كان يطالب سالم الدوسري؟ راح نشوف في الإعادة ما إذا كان فيها لمس للهلال بركنية تنفذ القائم الأول. تحضير بالراس خطيرة لكنها مرت عالية من جانب جانغ هيون سو وتحول يحيي الأجواء. الوينرز بهدف تأكيد الانتصار. عطية الله حتى لكنها بعيدة جدا داخل المنطقة لسعود عبد الحميد. مر وركلة جزاء. نعم ركلة جزاء هلالية. يا إلهي يا لها من لقطة من جانب سعود عبد الحميد. نعم لقطة كان بحالة طرد. الركلة للهلال كانوا على تنفيذها. كانوا يا عيني كانوا يعيد الزعيم في المونديال. الضربة الرائعة من محمد كانو. ركلة جزائية هلالية وتعادل في وقت متأخر. فيتو يحاول بتسديدة قوية لكنها فيتو مع هذه الكرة. فيتو حطها ولكن الحارس يتألق بروعة كبيرة يا فيتو. بروعة كبيرة يا فيتو. وبروعة كبيرة أيضا من جانب تانوب. هي طويلة هي محاولة هي راسية. الشوط الثاني في هذه المباراة بهذه الوضعية في هذه المباراة سيداتي وسادتي ليبدأ الشوط. فيتو تمويب. فيتو داخل منطقة. يبدو أن حكم المباراة راح يغير في قراره في هذه الأثناء وبالتالي حالة طرد كويان. كان عنده الأفضلية في الدقائق الماضية. الريو يبحث عن كرة عرضية داخل منطقة خطيرة بالراس لكنها تبعد من جانب الدفاع. خطأ يحتسب حكم المباراة على ناصر الدوسري. بيني ماريجا تسديدة. صالح تغطية تصل إلى ماريجا بكرة. يا إلهي الدقائق الأخيرة في الإضافة الأول عرضية مايوف يخلصها بقدر فيها الكثير من الإنذارات وشهدت حالتي محاولة اللي تلعب عرضية داخل منطقة خطيرة بالراس بعيدة جدا. كرة سامبو في الأخير إلى ضربة مرمى. ولي حط كرة لكنها بعيدة وضربة مرمى. الله خطيرة للوداد. هجمة ليوراجيم في الجهة. مباراة العصيبة والأجواء الجماهيرية الكبيرة في الوداد. أبو سفيان يحاول يمر بكرة عرضية خطيرة ولكنها تمر في الأخير إلى ضربة مرمى. أخطر فرصة ودادية بكرة عرضية برافو الحمدان. تسديدة أخرى الوحش علي البيهي. عطية الله حذاري من هذه اللقطة الرأسية بعيدة. آخر كرة عندك يا فيتو. ماريجا بتمريرة إلى الدور المقبل نصف نهائي مونديال الأندية بين ماريجا الأولى في الهلال. ماريجا حطها. ماريجا جول. هدف يا موسى ماريجا. الضربة الأولى مهمة لموسى ماريجا. الهلال يتقدم. الله المعيوف يحاول ولكن غير معقول. ضاعت الركلة الثانية بهدف ثاني. لوسيانو فيتو حطها في المرمى. فيتو لوسيانو يسجل الثانية للزعيم. هدف والمعيوف انتظار العملوت والمعيوف لكن الكرة في المرمى ذهب معها عبد الله المعيوف ولكنها كانت أسرع في اللقطة الماضية من عبد الله. الركلة الثالثة يا صالح في المرمى بروعة كبيرة. فرد الهلال يضرب بقوة يسجل الضربة الثالثة. يا دياز معيوف من أجل كتابة تاريخ. المعيوف لكن الكرة في المرمى بروعة كبيرة. تنفيذ رائع جدا في الركلة الماضية. الركلة الهلالية الرابعة. الفرصة من الحمدان. الداودي والمعيوف والهدوء الكامل. هل يحسمها الجوير؟ حسبها. من لها غيرك يا زعيم. الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.